لا هذه ماشي مجزره فقط، هذه غنسميوها محاوله ديال القتل ومحاوله ديال الوأد ديال الفريق بقيمه الوداد. ما عمرنا كنا دائما كان كيتعاب عليا كنقولوا نحترم المؤسسات. هذه المؤسسه اليوم ديال اللجنه ديال التحكيم بغينا نعرفوا شكون اللي كيسيرها وشكون اللي كيصيفط لنا الحجامه يتعلموا الحسانه في ريوس. ما حنا ماشي يتامى، ما عمر الوداد غيكون يتيمه، ما حدا عندها الجماهير ديالها وعندها جميع المكونات ديالها. اليوم هذا الحكم اللي لعب اللي معاه حكمه هو اللي كان في الماتش ديال تطوان، كان في الفار، وفي هذاك الفار كتشاهدوا معنا وشاهدوا جميع المغاربه وجميع الرياضيين وحتى اللي ماشي متعاطفين مع فريق الوداد شاهدوا كيفاش تمت محاوله اخرى في تطوان لقتل الوداد ولوعد الوداد مره ثانيه من الفار، وكانت معاه هذه الحكمه. وخارج هذه الحكمه دابا تستفز الجماهير. نحن عندنا الثقه الكامله في الجامعه الملكيه لكره القدم برئاسه السي فوزي القجع، اللي ملي كيجي حكم بحال هذا كيضرب لهم كل شيء. العمل اللي كدير القاعدي لا على مستوى تكوين الحكام ولا على مستوى وضع جميع الاليات الالكترونيه بما فيها الفار وجميع الاليات الكبيره وجميع المعدات من اجل تحسين صوره التحكيم بشكل عام. اليوم نتساءل من يريد وعد الوداد؟ الوداد فريق كبير. الوداد اليوم حنا ما كنتخباوش وراء النتائج، حنا ما عمرنا تخبينا وراء شي نتيجه. الماس فريق كبير، تطوان فريق كبير، وجميع الفرق اللي كنلعبوا معاه اللي كانوا ناعسين في واحد الوقت وحنا كهازين درابوت المغرب وكندوروا طولا وعرضا كنشرفوا فيه في السوبر ليغ وجميع المحافل الافريقيه اللي شاركنا فيها. اليوم حشومه انهم يصيفطوا لنا حكم بحال هذا، حكم اللي هاد البوليس هادو اللي كتشوفوا هاد الناس المسؤولين على الامن هنا من الصغير حتى الكبير هما اللي كيتلقاو لهذا الشغب. لان الجماهير اليوم الى اليوم مات واحد من الوينارس واللي اليوم كنعزي جميع الجماهير الوداديه وخاصه جماهير الفصيل الوينارس، كنقول لهم بان بحال هادو راه يقتلوا حنا كنغيسكت لنا قلب، ماشي حيت الوداد ضعيفه. حنا الوداد ملي كتكون ضعيفه كنخرج ب 10 دقائق قبل كنقول الوداد ضعيفه وكنركب على السياره ديالنا وكنمشيو بحالنا. اليوم الوداد هادشي مقصود. شكون اللي قاصد الوداد؟ انا الا كان التوقيف انا مستعد للتوقيف كما بغى يكون، ولكن بغينا شي واحد من هذه اللجنه اللي مخبي وراه شي ستار ومخدم التليكوموند، بغينا نشوفوا شكون هو. راه صعيب عليك انه تهاجم وصعيب انك تواجه فريق بحجم الوداد. نعم انكم مستهدفين. لا هذا اكثر من الاستهداف. انا لن اتحدث الا على كره القدم. اليوم كره القدم كنقول بان هذا الحكم ميم با دابا اون سومان لعب لينا في تطوان في الفار، كان جالس في كاميون في الفار وكيسير الفار، ما عيطش عليهم باش يقول كاينه هناك ضربه جزاء. واليوم كاينه ضربه جزاء للاعب الدفاع المدافع ديال الماس هو اللي ديفيا الكره. كان عندنا ضربه جزاء ثانيه عطينا ونسقلوها، عطينا ما عندناش مشكل، ولكن عطينا حقنا. راه من يظن انه بامكانه ان يصل الى انه يرجع الوداد كتكلاصا وكتلعب ثامنه وتلعب 10 ولعبوا من اجل تنشيط البطوله فانه واهم. علاش؟ لان عندنا جميع المكونات الوداديه وراء الفريق، حاولوا ان يشتتوا هذا الفريق ولكن لن يتمكنوا من ذلك. احنا فريق الوداد دائما كنت واستسمع على التكرار كنا كنحترم المؤسسه وما زلنا نحترمها، ولكن بغينا شي جواب يخرج لنا شي واحد غدا. ما بغيناش الناس يخرجوا نهار الثلاث يعطونا التنقيط. لا عنده الحق الحكم في هذه وعنده الحق الحكم في هذه وما عندوش وما عطاش، عنده الحق ما يعطاش ضربه جزاء. حنا عندنا حنا الناس المستشارين ديالنا وعندنا ما يسمى بالهواتف، راه كنتفرجوا وكنتبعوا داكشي في اللايف كيبان لنا بان هذيك ضربه جزاء خلى هذاك الله يرحمه لا غبار عليها. حنا كنقولوا اليوم من يسير لجنه التحكيم؟ شكون هذا يخرج لنا يقول لنا كنسير كيصيفطوا لنا الحكام يتعلموا فينا؟ صيفطوا للتروازيام ديفيزيون، صيفطوا للدوزيام ديفيزيون. انا لا اتكلم عن الاشخاص، انا لا اتكلم عن الاشخاص. انا الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله حميدين. انا كنهضر دابا على لجنه التحكيم وكفى.